بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وبصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة هنعمل فيديو جديد، فيديو بتاع حاجة أكلة بنحبها كلنا، أكلة المذبح، أو فواكه المذبح زي ما بيقولوا. أكلة جميلة وحرشة وهتعجبكم قوي. هي الفشة. احنا طبعا كنا لسه خارجين من كام شهر كده من العيد الكبير، فانا كنت عامله الفيديو ده قبل بعد العيد على طول، بس انا ما نزلتوش. دلوقتي انا بنزله لكم، ويا ريت يعجبكم ان شاء الله وتلاقوا فيه حاجه مفيده. بس لو كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه ودوسي زر الجرس، ودوسي على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد، ودوسي لايك للفيديو عشان يرتفع. احنا دلوقتي هنعمل الفشة دي طبعا نضيفة، يا اصلا اخدها من اختي، فيعني ما اشتريتهاش من بره. طبعا بتبقى طعمها غير اللي بيتشرى خالص. احنا اول ما بناخدها بن بنشطفها كويس، وبعد كده بنحطها في ميه سخنه، وشويه ملح، شويه فلفل اسمر، شويه اي حاجه انت عايزاها، ولا قراوري اي حاجه. آم، بعد كده هو بعد ما بنشطفها بنكونوا مقطعينها قبل ما نشطفها، يكون احسن يعني، قبل قصدي ما نسلقها. بعد كده بنسيبها تتسلق، بنعمل بقى الصلصة بتاعتها، بنقشر توم وبندق التوم ده ونحطه في مادة دهنية على النار، زيت سمنة زي ما انت عايزة. بنقلب شوية التوم، ومعاه نقطع فلفل كده أخضر حامي يكون أحسن طبعا. وبعدين بنقلب فيه شوية كده، وأول ما التوم تصفر بنحط عليه الصلصة او الطماطم المضروبه يعني في الخلاط، وبنقلبها كويس، وبعدين نحط شويه ملح وفلفل اسمر وطبعا سكر زي ما احنا متعودين، واي حاجه بهارات لو عايزه تحطي بهارات لحمه زي ما انت عايزه، بس انا بحبها كده بس. وكمون طبعا، تطوري الكمون جدا، وانا بحط شطه عشان هي اصلا اسمها كمونيه، يعني هي اصلا تعتمد على الكمون. ونحط كمون، وبعد كده اول ما بتسبك الصلصه بنحط فيها اللي هي الفشه، بعد طبعا ما اتسلقت بنشطفها كويس تحت الحنفيه، وبعدين بنحطها في البتاع ده في الصلصه. وطبعا هي بعد ما بتتحط بتكون قربت تستوي، فبتقعد شويه صغيره قوي على النار، وبعد كده بنقدمها وبناكلها بالهنا والشفا، مع رز ابيض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.